طيب ماشي، أنا في 2018 كان عندي فكرة فيلم قصير، حصلت لمّا حصل لي موقف كده عبيط جدًا ساعتها، ودخلت في حالة من إن أنا كنت متضايق شوية على إن أنا مثلًا بافكّر كتير وشوية تخيلات كده، فجات لي فكرة الفيلم وكتبتها. كانت فكرة الفيلم بتتكلم عن إن واحد بيحصل له موقف عاطفي بيسبب له نوع من أنواع الصدمة بالنسبة له يعني هو وحبيبته، المسافة بينهم بعيدة جدًا، فهي لمّا حصل لها مشكلة في مدينة تانية خالص، حَس إن هو مش قادر إن هو يكون بيقدّم المساعدة، وحَس إن هو عاجز عن ده، فده سبب له نوع من أنواع الصدمة إن هو كان فعلًا نِفْسه بشكل قوي جدًا إن هو يروح ويساعدها ويكون موجود جنبها ويعمل اللي يقدر عليه يعني، ولكن هو ما عرفش، فمُخّه بدأ يدخّله في شوية تخيلات وبتاع لحد في الآخر ما بنلاقيه زي ما يكون كده راح لها، ودول 3 أسئلة أنا باسيبهم في الآخر، هل هو فعلًا راح لها والّا هل هو فعلًا راح لها في دماغه بس في تخيلاته، فخلاص بقى عايش في عالم خاص بيه، والّا هل أصلًا هو قدر يتواصل تخاطريًا يعني؟ فدي كانت فكرة الفيلم. لمّا جينا ننفّذ الفيلم طبعًا ما كانش في budget خالص، أنا كنت في 2018 لسه بادرس وفي الجامعة، وكنت لسه بقى باخد كورسات وباتعلّم والكلام ده كلّه، فجيت أنفّذ الفيلم ما كانش في budget خالص، فكنا بننقّي على قد اللي معانا. ابتدينا اللي هو إحنا هنجيب إضاءة من هنا، هنستلف مش عارف إيه من هنا، وهنستأذن فلان إن إحنا نأجّر الأوضة بتاعته يوم هنصوّر فيها كل المشاهد بتاعة الأوضة وطلعنا رُحنا على جنينة كانت على الكورنيش قبل ما يعملوا ممشى أهل مصر ده، وكنا عايزين نصوّر في الجنينة دي المشهد بتاع الlandscape لإن برضه في مصر الlandscapes قليلة أوي أو في القاهرة عامةً يعني، ولو رُحت مكان جنينة أو كده مقفول أو كده لازم تدفع تذكرة والكاميرا بتذكرة مش عارف إيه بتصريح، كانت قصة كبيرة جدًا. فلقينا جنينة كده الوحيدة من نوعها في الوقت ده قبل ما يعملوا ممشى أهل مصر، وكانت الجنينة دي متحوطة بسور، بس السور اللي هو بتاع الكورنيش القصير ده بتاع اللي هو بتبُص على النيل يعني، فنطينا من فوق السور ودخلنا وصوّرنا ومش عارف إيه، وطلع لنا أمين شرطة وقال لنا أنتم بتعملوا إيه ومش بتعملوا إيه، وضبّطناه يعني والحمد لله صوّرنا المشاهد دي وخلّصنا وابتدينا نشتغل عليها كمونتاج وكده. لمّا جينا بقى نسجّل لإن أنا ما كانش معانا البادجت إن أنا أسجّل الكلام أو السيناريو أثناء التصوير، ما كانش معانا بادجت إن إحنا نجيب مايكات تتركب يعني. فكان كل اللي علينا إن إحنا هنعمله إحنا بعد ما هنخلّص تصوير الفيلم ونخلّص مونتاجه السكريبت هيتقال voice over الشخص بيحكي المعاناة بتاعته. لمّا جينا نسجّل الvoice over هاكمّل لكم في الفيديو اللي جاي بقية القصة.